عاد ملعب الدار البيضاء الكبير الذي سيقام بمنطقة بن سليمان ليثير مخاوف الإسبان من احتمال فوزه بشرف احتضان النهائي كأس العالم لسنة 2030 الذي سينظم بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وأضافت اليومية أن أغانزو قال في تصريح لموقع فوتبول جوبز: أتمنى ألا تتسبب مشاكل كرة القدم الإسبانية في أي عواقب على المستوى الدولي، معتبرا أن خسارة نهائي كأس العالم 2030 ستكون بمثابة فشل للاتحاد الإسباني والحكومة، مختتما تصريحه بقوله: يجب أن نكون واقعيين وندرك أن المغرب يستغل الوضع لمحاولة الفوز بالنهائي الذي يجب أن يقام في جاهدة للفوز بهذا الشرف من خلال إقامة ملعب ضخم في منطقة بن سليمان، وبالتالي حرمان معقل ريال مدريد ملعب السانتياغو برنابيو من استضافة النهائي، ما سيشكل صدمة لإسبانيا التي تعول على الفوز بتنظيم النهائي في مدريد التي تضم أكبر نادي أسطوري في العالم، ريال مدريد.